الحقوني يا جماعة، أنا اللي عملت في نفسي كده. أنا نزلت السوق وجبت دي ب20 جنيه، وحماتي عمالة تزعق وتقولي انتي جبت لنا صراصير بحر، وانا مش عارفة ده ايه بالظبط. والله ما عايزة تموت ومش عايزة امسكها علشان ما تعورش في ايدي. الحقوني وقولولي دي اسمها ايه؟ فعلا دي صراصير بحر زي ما حماتي بتقول ولا ايه؟ علشان هي رخيصة. انا كل اللي انا شاغلني دلوقتي ان انا مش عارفة امسكها خالص وخايفة منها زي ما انتوا شايفين كده، وهتشوفوا معايا في الفيديو. ما كانتش راضية تموت نهائي، لا بمية ولا بليمون ولا بخل ولا بملح، حتى لما اتحطت على النار كانت صاحية وبتمشي. فتعالوا قولولي والحقوني وقولولي ده ايه بالظبط، علشان انا مش عارفة خالص خالص. عملت خناقة مع حماتي عشان قالت لي انت جبت لنا صراصير البحر ب20 جنيه. يا بنتي ده الناس بترميها وانتي رحتي جبتيها. انا اول مرة في حياتي اجيبها. تعالوا بقى نخش على الفيديو ونشوف عملنا ايه فيها. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا 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 بجد، من كل قلبي والله. وحشني التصوير وحشني الكلام معاكم. بس الفتره اللي فاتت دي كان عندي ظروف مش حلوه خالص. كل حاجه هقولها لكم وكل حاجه هحكيها لكم. انا بس طالبه منكم، يعني لو انتوا بتحبوني وبتتفرجوا عليا من قلبكم، انا عايزه دعوه منكم ان ربنا يشفيني، لان بجد انا تعبانه جدا جدا. والله يا ربنا يعلم بيا. ربنا يشفيني ويشفي كل مريض. تعالوا بقى كده يا جماعة. أنا رحت السوق أجيب سمك، فلقيت البتاعة دي. الست ادتهاني ب20 جنيه. طبعا أنا استغربت خالص، يعني هي ايه؟ انا ما اعرفش. المهم لما روحت بيها حماتي عملت بقى حكايه وقالت لي ايه القرف دون اللي انت جايباه دون؟ ده يا بنتي بيقول عليه صراصير بحر، وازاي هناكله ومش عارف ايه وبتاع وشويه قالوا لا ده اسمها استاكوزا، وشويه قالوا لا ده حاجه زي يعني آه صراصير بحر زي ما بيقولوا. طب هي ايه؟ انا ما اعرفش، بس انا عايزه اقول لكم ما كانتش راضيه تموت خالص، مش عايزه تموت خالص، لدرجه ان انا اترعبت منها، واول مره في حياتي اخاف من حاجه. بصوا انا ماسكاها بايه، خفت لا تعضني يعني. وهي من غير ميه صاحيه، وهي بميه صاحيه، وبعد ما هغسلها واشيلها وهحطها في الحل صاحيه. يا جماعه بجد بجد مش عارفه ايه دي. انا مش عارفه ده ايه، قولولي ده ايه؟ رغم ان انا عملتها، بس اقسم بالله اول مره كنت اجيب حاجه بصوا انا هنا غسلتها، حطيتها في ميه وليمون وخل وملح وما ماتتش. انا كنت متهيألي انها تموت. بصوا بتمشي ازاي وعايزه تطلع على ايدي، حاجه مرعبه بجد. وشكلها كان مخيف جدا جدا، بس كان الفضول واخدني ان انا اعملها واعرف ايدي. اولا رخيصه، ثانيا صغيره خالص. حاجه غريبه اول مره اشوفها، حاجه بجد مش عارفه ده ايه. تعالوا معايا بقى نخش نشوف احنا عملنا في البتاعه دي ايه، وازاي هتطلع شكلها في الاخر. نشوف مع بعض. يلا يا جماعه بصوا عملنا ايه بقى. انا كده غسلتها كويس قوي بالملح والخل والليمون، تمام. وبعد كده صفيتها في مصفى كده زي ما انتوا شايفين. وكمان هحطها دلوقتي في حلة على طول. انا هعملها معاملة الجمبري. بصوا مش عايزة تموت، والله ما عايزة تموت. هنا حطيتها في طبق تاني وصفيتها خالص وغسلتها تاني لغاية ما ميتها اتغيرت وبقى لونها حلو. المية اللي لونها حلو، لكن هي ما اتغيرتش. وهي برضو بصوا عمالة تمشي كده ويما، يعني حاجة مرعبة مرعبة بجد. فمش عارفة والله، اللي يعرف ده ايه يقول لي ويقول لي اسمها ايه. انا عملتها لكن اقسم بالله انا ما اعرف ده ايه ولا دي ايه ولا اي حاجة. بصوا انا عمالة اضرب فيها، نفسي ان هي كانت تموت علشان اعرف امسكها، لكن انا ما كنتش عارفة امسكها خالص، وكنت خايفة منها قوي قوي قوي. يلا بقى نخش نشوف كده عملنا ايه. بصوا هنا
مسكتها من ديلها، مسكت واحدة من ديلها. وعايزة اقول لكم ان دي وقعت في الارض والله وبهدلتني، بس انا مرضتش اصور، التليفون فصل. وقعت في الارض وبهدلتني وما بقتش عارفة امسكها بايه. وكان السويت بقى ستيري ان انا خلاص مش عارفة دي انا هعمل فيكي ايه بالظبط، يعني انتي ايه بالظبط، ولا الست بالتني بايه، ولا ادتني ايه، ولا عملت ايه، معرفش. هنا انا قعدتها في ميه تاني وحطيت عليها بقى المرة دي ليمون وشطة. والله العظيم عصرت عليها كده ليمون وشطة، قلت علشان تموت ما ماتتش، في كل الأحوال ما ماتتش، حتى وهي على النار بتغلي وهتشوفوا معايا كانت ماشية في الحلة. حاجة غريبة يعني، ماسكة في الحياة بطريقة، بس على مين، أنا مش هخليها تعيش تاني. أنا مش عارفة هي ايه، بس والله ما هخليكي تعيشي تاني. هنا غسلتها، هي هنا هادية اهي، ما يغركوش انها هادية، بس والله هي ما هادية، هتمشي برضه اهو، مشي التاني في المصفى. خلاص. هنا بقى كده انا كل ده بصفيها كويس قوي، لان انا كنت واخده بالي ان في رمل، كان فيها زي رمل كده يعني مطرح الميه، كل ما الميه انقعها فيها تنزل زي رمل كده، فانا قلت ايه مني مش عارفه امسكها لانها ماشيه. انا ايه، انا هخليها انقعها في الميه، وكل شويه ارمي ميتها لغايه ما خليتها زي الفل كده معاكم. يلا بقى بينا نشوف هنعمل ايه. هنا جبت الحله، بصوا، حطيت عليها بصل وفلفل اخضر وثوم وليمون، بعصر الليمون اهي عليها وماشيه برضو والله، يعني خدت كل التوابل وكل الكمون وملح وفلفل وحبه كزبره وحته كرفس وكل حاجه، وبرضو ماشيه في الحله. حاجة مستفزة بجد يعني. اهو. كل ده حطيته عليها، انا عملتها معاملة الكابوريا، اكني طريقة الكابوريا بالظبط. قلت اما اعملها ليها شوربة كده، واسيبها تستوي ايه منها فيها. طبعا بقلب كل بقى الايه التوابل دي مع بعض، والبصل والجزر والقوطة والطماطم وفلفل اخضر. قلبتهم كده كلهم مع بعض، وهي برضو ماشية والله ماشية يا جدعان، مش عارفة ايه دي، انت تفضلي ماشية كده لامتى، بس يلا ما علينا، احنا وراكي برضو اما نشوف اخرتها معاكي. وبعد كده هحط نص كوباية مية وهاخدها على النار، هتشوفوا بقى معايا لما نروح على النار. بصوا ماشي يعني. كان في واحدة كابوريا صغنطوطة كده تحت، كان شكلها حلو قوي. تمام اهو. بصوا على النار اهي بتطلع دخان وماشية، يا لهوي، انتي هتموتي امتى يا حاجة علشان اعرف امسكك، اقسم بالله انا ما كنت عارفة امسكها. الحلة بتطلع دخان وسخنة نار، وهي بتمشي برضو بتقاوح، عايزة تعيش وعايزة تقولي سيبيني عيش اهو. بتطلع دخان يا جماعة وماشية، يا مراري على اللي انا شفته من البتاع اللي انا مش عارفة اسمها دي، ومش هين عليا اقول صراصير بحر زي ما حماتي قالت، علشان في الاخر دي نعمة ربنا. فانا مش عارفة ده هي اهو، بتغلي الحلة بتغلي والمية بتغلي، وهي ما شاء الله ماشية برضه، عايزة تعيش يا جدعان، عايزة تعيش، ولونها ابتدأ يغير، لونها ابتدأ يغير زي اهو، ابتدأ يغير زي الجمبري والكابوريا. بس برضو كانت بتتحرك، يعني لو ركزتوا مع دي هتلاقوها بتتحرك يعني. مش عارفه، بصوا هو ده الشكل النهائي ليها، وفي الاخر احنا معرفناش ناكلها لانها كانت صغيره قوي قوي قوي، حاجه كده صغيره قوي. لو